السلام عليكم ورحمة الله. الجميع خرج منهزما في الحرب والإمارات تنتصر. إذن تصريحات مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش يقول بأننا انتصرنا بالصمود والتحدي، وانتصرنا في مواجهة العدوان وفي حرب فرضت علينا، وانتصرنا لأننا سنخرج أكثر تأثير وثقل، وانتصرنا لأننا سنواصل في نفس المشروع. أنتم تعرفون مشروع الإمارات في تقسيم البلدان العربية. إذن لنتساءل، ما هو مفهوم الانتصار في نظر حكام الإمارات؟ الإمارات قالت بأنها ستفتح مضيق هرمز بالقوة، ولكنها لم تستطع أن تمرر سفينة واحدة. الإمارات قالت بأنها ستسترجع الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، وكانت تنتظر أن تنهزم إيران وتتفكك لتتمكن من استرجاعها. الإمارات كانت أكثر دولة تعرضت للضربات من إيران، أكثر حتى من الكيان. الإمارات خسرت عاصمة المال دبي التي كانت تنافس سويسرا في جلب رؤوس الأموال العالمية. الآن الكل يسحب أمواله لأن رأس المال جبان، ولأن هذه الحرب ربما ستتجدد ذات يوم. الإمارات كانت تسعى بكل قوة أن تجر دول الخليج لكي يكونوا في صف واحد مع الكيان فيما يسمى بالناتو العربي، ولكن الحمد لله دول الخليج تفطنت لهذا الأمر ولم تدخل المستنقع.